السلام عليكم حبايب قلبي. أكثر أصدقائنا يسألون شلون نزق الأفراخ أقل مادة، يعني شوي على قد إمكانيتهم. ما عندنا إمكانية يعني نصرف عليها صرف، مثل نشتري قوابي حي أو سلولاك. عندنا هنا شغلة بسيطة نقدر نسويها بالبيت. كل جناية عنده طريقة خاصة بزق الأفراخ، نوعيات مجربها بالبيت ما يقدر يستغنى عنها. عندنا كان هنا بالبيت نسوي هذه الشغلة، مثلا لحم مفروم شوية، بروتين هذا. وعندك قشور البرتقال، فيتامين بعد، هو مجرب هذا، معروف الفيتامينات اللي فيه. قشور طرية شوية يكون يعني مو جافة، تطحنهن مع بعض يعني. تطحن البروتين، قشور البرتقال، وتجهزهن. طحين اللي تبغى تسويه شوي ناعم، تخلط من شي قليل على اللحم المثلون، تسوي لك عجينة. هذه العجينة تستخدمها تزق الأفراخ، وكل يوم لازم شوية تغير يعني وجبة مال زق الأفراخ. مثلا اليوم تعطيها العجينة، شوية تعطيها بروتين، شوية مثلا تسوي لك برتقال، تعطيهن تلب البرتقال، أو جزر مبروش، أو بيض شوية تبرشه. يعني مو بس تستقر على غذاء واحد للأفراخ، شوية تنوعهن بالفيتامينات، تنشطهن تقويهن، تعطيهن أنواع الغذاء. أهم شغلة بزق الأفراخ توفرهن حرارة كافية للتدفئة، كأنه احتضان الأم إلهن. والشغلة الثانية، ممنوع تعطيهن ولا قطرة مي، المي ممنوع تعطي إلهن لحد عمر تعبر 20 يوم. يلا تقدر تنقع الأكلات بالمي تعطيهن له. المي ترى يخنق الطير ويأذيه. ما فد يوم شفتوا انت الطيرة تجيب الحشرة وتنقعها بالمي وتعطيها للأفراخ؟ ماكو هالشي. بس من تشوف اكو جناي جاي ينقع الأكل بالمي، هذا المي بيه فيتامين مقوي أو منشط، وانت لا تنغرب هذا الشي. هذا الشكل تسوي عجينة تكون طرية، يعني مثل شكلها طرية ناشفة ما بيها مي. تسوي لبات صغار وتزقن الأفراخ. البقية تسوي شي قليل يعني من الماء، تخليه كيس نايلون حتى تحافظ عليه من التلف، ما يخرب أو ما يحجر شوية. تضمه مكان شوية فيه برودة نسبة زينة. تزق الأفراخ زق صغار شوية شوية، تتأكد من الأفراخ تكون ابتلعت الأكل، يعني مو تروفها بنص الرقبة مالتها والتركة، يعني يختنق الطير. تأكد منها كل ما تهز العش مالتهن شوية شوية انه راح يفزن ويقعد من النوم مالتهن شوية، مثل حالة ثبات النوم. وبعدها تقدر تغطيهن قطعة مال كلينس أو قطن حتى يتدفن، مثل كأنه أمهن نايم عليهن.